إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ومن آمن العقاب أساء الأدب. الأمثلة دي تنطبق على اللي حصل في قضية الطفلة لين طالب. لسه مكملين في القضية والكشف عن التفاصيل الأخيرة قبل جلسة الثلاثاء القادم اللي حددتها طبعا القاضية سمراندا نصار مع الأدلة الثبوتية الجديدة اللي كانت ما بين إيديها. يمكن اتكلمنا في الفيديو اللي نزل من ساعات قليلة عن المتسترين الخمسة، الجد والجدة والأم، وكمان معاهم 2 تاني هيتم توقيفهم او تم توقيفهم بالفعل. شفنا طبعا القضية وذكائها في استدعاء الخال لكي يتم استكمال التحقيق. هل كان معاها الدليل قبل ما يتم استدعائه، ولا زي ما بتقول الصحافة ان هو تم استدعائه بصورة عادية جدا للتحقيقات، فاثناء ما كان بيتم التحقيق معاه جاءت طبعا نتيجة عينة الطب الشرعي تتطابق انسجته مع العينة اللي اخذت من لين طالب الطفلة رحمة الله عليها. طبعا دلوقتي الوضع اختلف، سيناريو القضية والجريمة أصبح مختلف تماما. فهنا عندنا الخال هو الفاعل المباشر والحقيقي واللي ثبتت أنسجته مع العينة اللي تم أخذها من لين رحمة الله عليها. وهنا الجد نفس تهمة الأم ونفس تهمة الجدة. طبعا انتوا عارفين ان يوم الخميس الماضي استدعاء الجدة وتوجيه تهمة طبعا التستر على الجريمة، تأخيرها في إسعاف الطفلة وإدخالها للمستشفى. فهنا احنا قدام معطيات جديدة جدا عن أحداث القضية دي. يعني كلنا كنا خلاص بنأمن على ان الجد هذا الرجل العجوز اللي وصل بين العمر أرزله ان هو مرتكب الجريمة، وان الأم كانت متسترة على الفاعل لأنه والدها. ولكن دلوقتي هما الاتنين كانوا متسترين والفاعل هو الخال. ايضا عزيزي المتابع ترددت اخبار عن وجود نائب برلماني في المنطقه اللي هم فيها، والنائب ده كان بيحاول يطمس الحقيقه، بيحاول يلاقي لهم مخرج من الجريمه وين الوقعه المهببه اللي هم وقعوا فيها. فاهل والده لين لجأوا للنائب البرلماني علشان يستعينوا بيه ويستعينوا طبعا بنفوذه او سلطاته في ان هو يعني يخلص القضيه دي. فهو كان بيقول لهم هتقولوا ايه وهتعملوا ايه. وهنا سؤال، يعني ان كانت هذه العائله تجردت من مشاعر الانسانيه والرحمه والشفقه وان هم يعملوا كده في بنتهم الصغيره التي لم تتجاوز ال6 أعوام، يعني هان عليهم لحمهم، هان عليهم هتك عرضها وطبعا معاناتها وتعذيبها ونظرات العذاب للرمق الاخير من حياتها حتى لفظت انفاسها الاخيره. كله شارك في الجريمه دي. وان كنا سنعاقب الجد والام والجد على انهم تستروا في الموضوع، يبقى هناك ظلم بين وظلم شديد جدا، وهنا هتتكرر مرات ومرات، لان احنا شايفين المجتمع العربي بقى فيه تفحش في الجرائم، وخاصه الجرائم اللي ضد الاطفال الصغار. فالمفروض ان الاحكام يتم اعاده النظر فيها، وان مثل هذه القضايا يحاكم على المجرم فيها ب5 سنين و10 سنين وبعد كده يبقى حر طليق. دلوقتي الايام بتعدي بسرعه، ويعني حتى المؤبد لا يشفي غليل الناس الباحثة عن الحقيقة وعن حق الطفلة المسكينة اللي أهلها ضيعوا حقها. فغريب جدا اللي انت الغرباء المتابعين في الرأي العام يكون عندهم رحمة أكتر من أهلها نفسها اللي غدروا بيها واللي عملوا هذه الأفعال الشنيعة والبشعة في هذه الطفلة. فالنائب البرلماني ده، يعني انت بتمثل البرلمان والقانون وحق الشعب، بأي صفة ممكن نوصف حضرتك وانت بتعين المجرمين على ارتكاب الجرائم وعلى انهم يعدوا من هذا الامر البشع الذي هز مشاعر وجدان كل العالم العربي مش الشارع اللبناني بس؟ فلابد ان يحاكم هذا الشخص، لابد ان يحاكم كل من كان له يد في هذا الموضوع. طبعا احنا اصبح عندنا متورطين، كل العيله تقريبا العيله كلها شاركت في الجريمه دي. فردين تاني هيتم ايقافهم، والجلسه بتاعت الثلاث ان شاء الله هيتم الافصاح عنهم وعن هويتهم وهيتم التحقيق معاهم. فكده يبقى عندنا 5 متسترين على الفعلة الشنعاء، وعندنا فاعل ومرتكب للجريمة وهو الخال اللي طبعا للأسف الشديد مراته كانت بتولد في المستشفى. يعني المفروض يكون فرحان بمولوده، وفي ظل ما كانت مراته بتولد في المستشفى كان يتناوب على اغتصاب المسكينة التي لا حول لها ولا قوة، الضعيفة المنكسرة ما بين ايدين هذا الوغد
الورد، هذا الذئب البشري الذي لم يرحم دموعها ولا صرختها ولا أنينها. كل ما اتكلمنا في التفاصيل قلبه ينفطر على هذا المشهد، وتخيل الأحداث اللي كانت بتحصل أو البنت دي كانت حاسة بإيه. طبعا لما نبص للصورة بتاعت لين وهي وردة مفتحة والدها وهي طبعا رايحة الأجازة، وتبص للصورة اللي نشرت مؤخرا عن آثار التعذيب واللي كان موجود تحت عينيها والضرب اللي كان موجود في جسمها، الشكل الظاهر بان عليه تفاصيل كتيرة جدا وحشية. ما بالك باللي حصل مع البنت واللي الناس ما شافتهوش، ربنا اراد ان هو يفضحهم امام الملأ. كله كان بيشارك علشان يخبي الجريمة دي، ولكن سبحان الله وقعوا في شرور اعمالهم باتهام الام المباشر لعم البنت اللي كان موجود خارج البلاد، وده اللي اثبتوه بالتحقيقات من خلال القضية ماتيلدا توما. فطبعا اتنفت التهمة من على عم الطفلة، وكمان بتحليل البصمة الوراثية والدي ان ايه تم اثبات ان اهل الوالد بالكامل ابرياء من الموضوع ده تماما، وان البنت راحت لهم زي الوردة المفتحة، راحت طبعا وهي ما فيهاش اي حاجة خالص ولا بتشتكي من اي حاجة. وده الكلام اللي قالته الجارة في اعترافاتها مع القضية ماتيلدا توما. القضية سمراندا نصار شغالة على نفس النهج، بتحاول تكشف الحقيقة، وكنا عندنا تخوف شديد ان هي دي تدارى او يتم تمثيلها، ولكن الحمد لله ان طبعا وقعت في ايد 2 من القضاء الرحماء بصوا للبنت بنظرة رحمة، ان اللي ممكن يكون في الموقف ده بنتهم او حد من اهلهم او حد من معارفهم يتوجع قلبهم عليهم. تصير الاحداث ان هم فعلا بيدوروا على الحقيقة، بيدوروا على اظهار المجرمين الحقيقيين، وان شاء الله الحق هيظهر كاملا، وكل من سولت له نفسه وكل من كان ليه يد في جرح هذه المسكينة انهاء حياتها بالصورة المأساوية دي يحاسب بإذن الله ومشيئة الرحمن أشد الحساب وأشد العقاب. وإن كان حساب الدنيا غير رادع، وإن كنا عندنا سخط على بعض القوانين في بعض بلداننا العربية على إنها غير رادعة للجريمة المنتشرة، ولكن هيروحوا فين من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. وإن ربك لبالمرصاد، كل حاجة مكتوبة وكل حاجة عنده هيتحاسبوا عليها أشد العذاب. لأن هؤلاء الفجرة كلهم شاركوا يقتلوا براءتها وطفولتها قبل كمان ما تفارق الحياة، كلهم ساهموا في مقتلها. لابد على الجميع من الحساب على هذا الجرم الكبير. طبعا ان شاء الله الايام اللي جايه هتكشف عن التفاصيل الاخيره. احنا خلاص الجريمه او القضيه دي قربت على الانتهاء، طبعا بتحليل البصمه الوراثيه، تحليل الداتا بتاعت التليفونات بتاعتهم، بيتم التوصل للخيط الحقيقي لارتكاب الجريمه والمخطط اللي هم كانوا عاملينه. مشيئة الرحمن كلنا في انتظار تحقيقات القضيه وما ستسفر عنه والمتورطين الحقيقيين في الموضوع. البنت بمشيئة الرحمن مش هيضيع، وحق اولادنا اللي اكيد الكل عنده نفس المشاعر من الخوف على ابنائه. القضيه دي ربت في قلوبنا الذعر والخوف. دلوقتي الواحد لازم يحط عينيه وسط راسه على ولاده، لازم يراقبهم في كل مكان، لازم يروح معاهم، ما يأمنش ان هم يسيبهم مع اي حد. ولكن برضو يعني في الاخر انت مش هتأمنهم مع اي حد، ما بالك بقى ان الناس اهلها دول المفروض يكونوا حائط الصد وخط الدفاع الاول هم اللي عملوا فيها كده. فاحنا في زمن صعب جدا، وفي ناس قلبها ما فيهوش اي رحمة ولا اي انسانية، هم اهل طبعا الطفلة او اهل الوالدة. شكرا جزيلا لحضراتكم اللي انتوا وصلتوا معانا لنهاية الحلقة دي. انا بتمنى لكم دوام الصحة والسلام والعافية. اشوفكم في لقاء اخر يتجدد بمشيئة الرحمن مع حسن الهلالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.